في قناة أثر الزمان بنحكي حكايات أبطال غيروا مجرى التاريخ. قصصهم لسه بتعلمنا لحد النهاردة. لو بتحب التاريخ يبقى أنت في المكان الصح. عارف، أكتر حاجة كانت بتوجع قلب خالد بن الوليد إنه مات على السرير مش في ساحة القتال. خالد اللي خاض أكتر من 100 معركة واتغلبش ولا مرة. خالد اللي الرعب كان بيمشي قدامه قبل ما يدخل أي حرب، بيموت وهو على فراشه، مش ماسك سيفه ولا فوق صهوة حصانه. كان نفسه يموت شهيد زي ما تعود يعيش في قلب المعارك، بس ربنا كتب له نهاية مختلفة. في أيامه الأخيرة قعد يتأمل في حياته وشاف إن كل اللي عمله كان في سبيل الله، لا جاه ولا سلطة ولا مدح الناس. وبين الناس اللي نسيته وبين اللي كانوا بيخافوا من سمعته، خالد فضل ثابت قوي راضي بقضاء ربنا. قال وهو بيموت: لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا أموت على فراشي كما تموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. الكلمات دي كأنها صرخة، مش من ضعف لكن من شوق للشهادة اللي فضل طول عمره بيجري وراها. ومات سيف الله اللي سماه بيها النبي صلى الله عليه وهو مطمئن، لأنه قدم كل اللي يقدر عليه، وفضل اسمه منكوش في صفحات التاريخ لحد النهاردة. ودي كانت نهاية قصة خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، اللي جسده بقى خريطة من الجروح، وكل جرح وراه حكاية نصر. لو عجبتك السلسلة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك باقي الحكايات. وقلنا في التعليقات تحب الحلقة الجاية تكون عن مين؟ بطل تاني، معركة، ولا قصة تاريخية مبهرة؟ استنونا في حكايات جديدة من أثر الزمان.